أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أسرار التاروت. هذه القناة مختصة بعلم التاروت. نعتذر من الأعزاء المشاهدين الذين نتأخر في الإجابة، وذلك لكثرة الرسائل التي تصل إلينا وتريد أن نعمل لها استشارة أو توقعات في مختلف المجالات، مثلا المجالات العملية أو المشاريع أو الصحة أو الزواج أو الدراسة. أعزائي المشاهدين، أود أن أتحدث في هذه الحلقة عن برج الجوزاء لشهر يونيو حزيران 2016 بأوراق التاروت. أعزائي، سحبنا هذه البطاقات لبرج الجوزاء أو العمل. هذه بطاقة العمل لبرج الجوزاء. هذه البطاقة تعني أن العمل يسير بسلاسة الآن بعدما تخطيت مرحلة صعبة من العمل الشاق والضغط والإرهاق النفسي في الشهر الماضي، والآن في هذا الشهر تجني ثمار عملك، أما في هذا الشهر أو قد يكون في الشهر الآخر، وقد تأتيك بعض المكافآت والهدايا نتيجة لذلك. وفي هذا الشهر تشعر بالراحة والطمأنينة بعدما تحررت من الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقك، وهذا قد يولد عندك شعور بالحرية والاسترخاء والاطمئنان. المال، هذه بطاقة المال عزيزي الجوزاء. الأمور المالية في هذا الشهر هي مستقرة نوعا ما، وبعض من برج الجوزاء قد يشعرون بقلة في المادة نظرا لمتطلباتهم الكبيرة، فهم يريدون شراء كل شيء، وهذا يسبب إرباك في الحالة المادية لديهم. ولكن لا تخف يا عزيزي الجوزاء، قد تحصل على مساعدة من أحد المقربين، مساعدة مالية أو من عمل ساعات إضافية لكي تستطيع تلبية حاجياتك لبقية الشهر. الحب والعائلة، هذا هو الكارت للحب والعائلة. عزيزي برج الجوزاء، هذا هو الوقت المناسب للارتباط إذا كنت تبحث عن علاقة، أما إذا كنت تبحث عن فرصة حب فهذا كذلك وقت هو المناسب. أما من ناحية العائلة فهذا عزيزي الجوزاء هو الوقت المناسب أن تظهر جميع مهاراتك الشخصية مع عائلتك حتى تعطيهم الدفء والحب والفرح. إذا كنت تجيد الغناء فجرب يا عزيزي أن تغني مع أطفالك. إذا كنت تجيد بعض المهارات كالرسم أو ركوب الخيل أو السباحة فلا بأس يا عزيزي الجوزاء أن تمارس هذا الشيء مع أطفالك وعائلتك، وهذا الشيء يرجع عليك كذلك بالفرح والسرور لك ولأفراد عائلتك. كل شيء متاح لك في هذا الشهر، وهو الشهر الذي ولدت فيه، فألف مبروك عزيزي الجوزاء، ونتمنى لك أحلى الأيام. أما الصحة، هذا هو عزيزي الجوزاء، هذا هو كارت الصحة. عزيزي الجوزاء، أسلوب ونمط العيش الذي تتبعه يوميا بحاجة إلى مراجعة، خاصة من ناحية الإفراط قد يكون في الأكل أو التدخين أو العمل أو أكل الحلويات وإلى آخره.
هذا الأسلوب له تأثير على الجانب الجسدي، وكذلك يسبب لك الإجهاد والقلق والسهر، له تأثير سلبي على الجانب النفسي. فيا عزيزي الجوزاء، قد تحتاج إلى التوازن واتباع نظام غذائي متوازن حتى تستقيم أمورك الصحية. كذلك ممارسة التأمل والاسترخاء يجلب لك منافع هائلة. وإذا كنت لا تعلم كيف تبدأ عزيزي الجوزاء، فلا بأس أن تستشير مختصين في هذا الأمر أو تقرأ كتابا في هذه المواضيع. هذا كله طبعا هذا هو الكارت المساعدة أو كارت استفسار. طبعا هذا الكارت هو لو كنت يا عزيزي الجوزاء موجود معنا وتطلب استفسار عن أي حالة من الحالات، وكنا أخذنا وشرحنا لك، ولكن بما أنه أنت حضرتك ما موجود، فلذلك هذا كل ما لدينا لبرج الجوزاء من توقعات عامة. أما التوقعات الخاصة فيرجى الاتصال بنا على فيسبوك أسرار التاروت. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم.